السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الأيام بالخير يا رب. اللهم آمين. النهاردة هنحضر مع بعض الفطار. حطينا حلة على النار فيها شوية زيت. فرمت بصلة في الكبة وحطيتها في الزيت. بعد كده هنفرم الطماطم ونحطها على البصلة. نعمل ايه يا ترى؟ يا ترى هنحضر فطار ايه؟ فكروا كده. شوف مين اللي قال صح ومين اللي فكر غلط. معايا هنا تسبيكة كانت في الفريزر. طلعت منها حتة احطها مع الطماطم اللي انا لسه فرماها. اقلبهم مع بعض كويس وبعدين هضيف عليهم البهارات بتاعتي. حط بهارات ايه؟ حط ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ورق لورا، شوية شطة. بس لو مش عايزة شطة ما تحطيش. حطينا ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ورق لورا، شوية شطة. لو مش عايزة شطة ممكن تستغني عنها عادي جدا. بنعمل تسبيكة لإيه يا ترى؟ عرفتوا ولا لسه ما عرفتوش؟ هقول لكم بس مش دلوقتي. تعالوا معايا نشوف احنا رايحين نعمل ايه. معايا هنا بصلة مفرومة في الكبة، على طماطماية مفرومة، حطيت عليهم بهارات، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ملح، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، معلقة خل، معلقة زيت. هدعكهم كويس أوي وبإيدي مش بمعلقة. أنا هدعكهم كويس بإيدي. بعمل مرتة لإيه؟ بطة بتاعتنا. تدعكي كويس أوي المرتة بالبطة وتدعكيهم في بعض كويس جدا، تخليهم يندمجوا مع بعض. وعاملة فراغات بين الجلد واللحم بتاع البطة عشان أحط فيها الصوص بتاعها. ومفتحة فتحات في البطة نفسها، في فتحات كده في الصدر عشان أدخل الصوص بتاعها فيها. وجايبة كيس حراري حطيت فيه البطة وفتحت وقفلته بالرباط بتاعه. وهفتح الكيس 5 أو 6 فتحات، فتحات صغيرة كده بالسكينة. وهحط فيها كوبايتين مية مغلية، حطيتها كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. وبعدين هحط عليها كوبايتين مية مغلية واغطيها واحطها في الفرن من 1:30 لساعتين. ده تقريبا الوقت. البطة بتاعته صغيرة فما خدتش وقت معايا في السوى، ما طولتش. قعدت معايا من 1:30 لساعتين بس. شيلها بقى واحطها في الفرن. تعالوا، عرفتوا احنا هنعمل ايه؟ عرفتوا التسبيكة بتاعتنا كانت لإيه؟ عشان نعمل محشي. غسلنا الرز، غسلنا الخضرة بتاعتنا. هنقلب كله على بعضه دلوقتي، الصلصة مع الخضرة مع الرز، وبعدين نلف المحشي. فرشة الحلة بتاعتي بورق الكرنب. ممكن تحطي فيها طماطمايه، ممكن تقطعي بصلايه، اللي انت حابه تفرشيه في قعر الحله بتحطيه عادي، ما فيش اي مشكله. انا حطيت ورق كرنب. هنا خلطت الخلطه بتاعتي دمجتها كويس. نقعد دلوقتي بقى نلف المحشي. طبعا لف المحشي ده مش هينفع خالص وانت واقفه. استحالة هنقدر نفضل واقفين نلف المحشي، كمية المحشي واحنا واقفين، حتى لو كمية صغيرة. انا الكمية بتاعتي مش كتير، بس ما اقدرش افضل واقفة الفها وانا واقفة. الورق بتاعي كنت مفرزاه مقطعاه جاهز. يا دوب بطلعه بفكه بس وبلف زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا صباع المحشي قد ايه صغنن وحدق كده. ما تعمليش الصبع كبير، خليه صغنن يبقى شكل حلو. الصوص اللي هينزل معايا بقى من البطة هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. اوعي ترمي منه حاجة، ده انت معاكي كنز. هوريكم اول كام واحدة كده وبعد كده اوريكم المحشي لما اخلصه. شوفوا رصة المحشي بتاعتي بجمالها.
تسلم ايدك يا ام ملك، ما شاء الله. لما يكون عندك الورق متفرز والصلصة معمولة متفرزة، ده بيوفر معاكي وقت ومجهود كتير جدا في عمايل المحشي. وقتها مش بتحسي ان المحشي بيبقى صعب اصلا. عندك الورق متفرز والصلصة متسبكة ومتفرزة، مفيش حاجة صعبة. هنا انا خلصت الكمية بتاعتي، واتبقى معايا كام ورقة كده بفردهم على وش الحلة، وبعدين هاخده اولع عليه. بس قبل ما اولع عليه هحط له ايه، هسقي المحشي بتاعي بايه؟ عرفته ولا لسه؟ هوريكم دلوقتي. عرفتوا هسقيها بايه؟ كل اللي نزل من البطة بتاعتي هسقي المحشي بيه. تحفة، طعم يجنن. اهو كل اللي نزل من البطة اخدته للمحشي. جميلة جميلة جدا، والبطة تهبل وهي مشوية جميلة، طعم مفيش ألذ من كده. بتطلعها من الفرن لا محتاجة تتحمر ولا تعملي فيها حاجة، هي بتبقى طالعة متحمرة جاهزة. هنا هحضر العصير. اعمل عصير مانجا، وانا بحب احط على عصير المانجا ليمونة. بقشرها وبشيل البذر منها وبقطعها شرايح وبحطها في العصير، او بتطلعي ما بيخلص برضو بصفيه. بس الليمونة بتخلي طعم المانجا جميل جدا. طبعا عصير المانجا يعني مفيش عليه اختلاف، كل الناس بتحب عصير المانجا. هنا المانجا دي برضو كنت مفرزاها، ماهيش كلنا مفرزين مانجا وعاينين. وصلت لحد هنا وما عملتيش لايك وما ضغطتيش اشتراك، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي، هيعجبك فيديوهاتي. وهعمل لكم روتينات جامدة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنا المحشي بتاعنا خلاص قرب يتشرب، هوريهولكم لما يستوي. تعالوا شوفوا معايا لما يستوي. شوفي البطة بتاعتي، تحفة تحفة والله، طعمها يجنن. محشي خلاص بتاعي استوى. شوفي البطة شكلها عامل ازاي، مفيش تحمير، هي اتحمرت كده، التحمير بتاعها ده كده من الكيس الحراري وهي فيه. شوفي المحشي بقى وجماله، واو واو، تحفة تحفة. ألف هنا على قلب اللي أكل. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كومنتات حلوة ليا بقى. مع السلامة.